أهلاً بالجميع. في هذا الشرح رح نتعمق في المنطق الخفي يلي يحرك رغباتنا الاستهلاكية. فكروا فيها لحظة، ليش كثير منا يرغب بشدة في أشياء ما يحتاجها فعلاً؟ الجواب ممكن يكون في مكان ما نتوقعه أبداً. خلونا نبدأ بسؤال أساسي ومحير: ليش نعطي قيمة كبيرة لأشياء غير مفيدة وأحياناً أكثر من الأشياء العملية؟ يعني مثلاً أحذية غالية جداً ومو مريحة أبداً، أو سيارات رياضية سرعتها مستحيل نستخدمها في شوارعنا. إيش السر وراء هذا السلوك اللي يبدو غير منطقي بالمرة؟ الغريب إنه مفتاح حل هذا اللغز الحديث ممكن يكون موجود في كتاب قديم جداً، كتاب صدر عام 1899 اسمه نظرية الطبقة المترفة للاقتصاد وعالم الاجتماع ثورستن فيبلن. نعم، كتاب من القرن ال19. طيب، أول فكرة أساسية عن فيبلن هي إن الثروة في مجتمعاتنا الحديثة صارت هي المقياس الأساسي للمكانة الاجتماعية، وحلت محل المهارات القديمة زي القوة الجسدية أو البراعة في الصيد. يعني السؤال ما عاد إيش تقدر تسوي، قد ما صار إيش تقدر تملك. وهذا يوصلنا لأهم مصطلح عند فيبلن: المقارنة التنافسية. إيش يعني؟ ببساطة هي عملية المقارنة المستمرة اللي كلنا نسويها، نقيم الناس ونرتبهم حسب نجاحهم الظاهري وثروتهم اللي نشوفها. هذه المقارنة هي المحرك اللي يدفع رغبتنا للمكانة، وهي اللي تخلي الموضوع سباق ما له خط نهاية. والمثير في الموضوع إن أفكارنا عن المكانة هذه مو جديدة أبداً. فيبلين يقول إننا ورثناها من مرحلة قديمة جداً من ثقافتنا، مرحلة يسميها همجية، كان المجتمع فيها مقسوم بشكل واضح. هنا في فيبلين يميز بين نوعين من الأنشطة. فيه الأنشطة الشريفة أو المشرفة مثل الحرب والحكم والرياضة، وهي أشياء غير منتجة لكن لها مكانة عالية. وفي المقابل في أنشطة الكدح الوضيعة، وهي الأعمال المنتجة والمفيدة زي الحرف اليدوية والشغل، واللي كان ينظر لها بدونية. هذا التقسيم القديم صدقوني أثره باقي إلى اليوم. طيب، كيف نظهر مكانتنا في عالمنا الحديث؟ فيبلن حدد طريقتين أساسيتين عشان نثبت ثروتنا وقوتنا المالية. خلونا نشوف كيف تشتغل. الطريقة الأولى هي الترف المظهري. الفكرة هنا بسيطة جداً لكن قوية، إنك تظهر ثروتك من خلال إثبات إنك ما تحتاج تشتغل. هو استهلاك للوقت بشكل غير منتج. مجرد إنك تبين للناس إن عندك وقت فراغ كبير، هذا بحد ذاته صار رمز قوي للمكانة. أما الطريقة الثانية وهي الأكثر انتشاراً اليوم فهي الاستهلاك المظهري. هنا الموضوع كله عن إظهار الثروة من خلال شراء وعرض السلع والخدمات الغالية عشان الناس تشوفها. يعني نستخدم ممتلكاتنا المادية كدليل واضح على قوتنا المالية. والآن خلونا نطبق هذه الأفكار على عالم الموضة. فبلين كان يشوف الموضة كأنها مسرح كبير نؤدي عليه أدوارنا الاجتماعية ونستعرض مكانتنا. الموضوع أكبر بكثير من مجرد ملابس، هو أداء متكامل. فبلين نفسه لخص الفكرة كلها في هذا الاقتباس: يجب أن يوضح اللباس لجميع المراقبين أن مرتديه لا يشارك في أي نوع من العمل المنتج. يعني الهدف الأساسي من الملابس الأنيقة والغالية هو أنها ترسل رسالة واضحة: أنا لست بحاجة للعمل. ويعطينا أمثلة من عصره كانت واضحة جداً: الكعب العالي اللي يخلي الشغل اليدوي شبه مستحيل، التنورة الضيقة اللي تعيق أي مجهود حركي، الملابس البيضاء الناصعة اللي توحي بأن صاحبها بعيد كل البعد عن أي عمل ممكن يوسخها، وحتى الكرسي اللي كان يعتبر تشويه متعمد للجسم عشان يثبت أن المرأة غير قادرة على العمل. كل هذه كانت إشارات صريحة على الترف. وهذا يخلينا نسأل سؤال مهم: طيب، إيش هي الكرسيات حقتنا اليوم؟ إيش هي الأشياء اللي نلبسها أو نستخدمها اللي مع إنها غير عملية أبداً إلا أنها ترفع من مكانتنا في عيون الناس؟ ممكن تكون الأظافر الطويلة جداً أو الساعات الفاخرة اللي نخاف عليها من أي خدش. أول ما تبدأ تفكر بمنطق فيبلين رح تبدأ تشوف نظريته في كل مكان حولك. حرفياً الموضوع ما يقف عند الموضة، لا، بيمتد للحيوانات الأليفة، لمعايير الجمال، وحتى لنوع التعليم الذي نعتبره راقي.
فليبلين يسمي هذا الشيء قانون الجمال المالي. الفكرة هي أن إحساسنا بالجمال هو غالباً إحساس بالكلفة العالية، لكن بشكل متخفي. يعني نشوف الخيول السريعة وكلاب الزينة جميلة، بينما حيوانات المزرعة المفيدة ما نعتبرها جميلة. نفضل الملعقة الفضية المصنوعة يدوياً على المصنوعة آلياً، مع أن الثانية ممكن تكون عملية أكثر. وحتى في المعرفة، دراسة اللغات الكلاسيكية القديمة تعتبر أرقى وأكثر شرفاً من المهارات الصناعية العملية. حتى معايير الجمال البشري نفسها تغيرت عشان تعكس هذه الفكرة. في الثقافات القديمة، المرأة القوية ذات البنية الجسدية الكبيرة كانت هي المثال الأعلى للجمال، لأنها دليل على قدرتها على العمل والإنتاج. لكن لاحقاً، في ثقافة الطبقة المترفة، صار الجمال المثالي هو الجسم النحيل والأيدي والأقدام الصغيرة، كدليل على أنها معفاة تماماً من أي عمل يدوي. طيب، إيش نتيجة كل هذا؟ إيش هي العواقب النفسية للعيش في نظام قائم على المقارنة المستمرة هذه؟ هنا الموضوع يصير أعمق. هذه المقولة من كتاب فيبلين تلخص كل شيء بقوة. المعطف الرخيص يصنع رجلاً رخيصاً. هي تعكس الارتباط العميق اللي نشعر فيه بين الأشياء اللي نستهلكها وقيمتنا في عيون الآخرين وحتى في عيون أنفسنا. والمشكلة الأكبر هي أن المستوى المقبول من الثراء والاستهلاك في ارتفاع مستمر. يعني بمجرد ما نوصل لمستوى معين نتعود عليه بسرعة، خلص ما عاد يرضينا، ويصير هو خط البداية الجديد للمقارنة القادمة. ولهذا السبب هو سباق لا يمكن الفوز فيه أبداً. وهنا في فيبلين يختمها بشكل قاطع، يقول بما معناه: بما أن الصراع هو في جوهره سباق على السمعة الطيبة مبني على المقارنة التنافسية، فمن المستحيل الاقتراب من تحقيق أي هدف نهائي. يعني البحث عن الرضا الكامل من خلال الاستهلاك التنافسي هو طريق مسدود من البداية. ونختم بهذا السؤال للتفكير: كم من الأشياء في عالمنا مصممة ليس لتكون مفيدة، بل فقط لكي ترى؟ من جوالاتنا لبيوتنا لتعليمنا وحتى لعطلاتنا. لما نطبق عدسة فيبلين على حياتنا نبدأ نكتشف دوافع خفية ما كنا واعيين لها، وهذا يخلينا نتساءل عن القيمة الحقيقية للأشياء اللي نسعى وراها.